السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا رب. هنا اليوم جيت نشارك معكم في قناتي وصفة الآيس كريم بذوقين، ذوق الفراولة والموز. في كسرونة حباباتي ندو كاس سكر، ندو كأسين من الماء. الكاس اللي نكيسو به السكر نكيسو به الماء، ونزيدو نضيفو ملعقتين تاع مايزينا. نحرك الخليط كل جيدا، نحطه فوق النار متوسطة، نحركو 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 حتى يعقد معنا الخليط. نعاودو نولو البلان دو طرافاي تاعنا. وهنا غالياتي بعد ما عقدنا الخليط تاعنا نجيب كاسرونه واحده اخرى نقسم الخليط الى اثنين. جزء غادي استعملت فيه باتاغون كو بانان، والجزء الثاني استعملت فيه باتاغون فريز. نحرك الكل جيدا وندخلهم في الكونجيلاتور حوالي واحد 30 مينوت يبردوا. كي يبردوا ونخرجهم من الكونجيلاتور نضيف للخليط الاول 5 مغارف تاع شونتيي معمرين نطلع لا كريم بالباتر. والخليط الثاني تاني نضيف له 5 مغارف تاع شونتيي معمرين مليح، ونخلط لا كريم حتى نطلعها غايه ونديرهم في دي بواط ونعاود نردهم للكونجيلاتور يجمدوا. بهذه الطريقه تكون لا كريم تاعنا واجده. البنات خليتهم واحد 3 زور دو طون يجمدوا في الكونجيلاتور. هنايا الخليط تاني نزيد له 5 مغارف شونتيي معمرين مليح. نطلع لا كريم تاعي مليح بالباتر وندخلها نديرها في اون بوط وندخلها في الكونجيلاتور تاني نخليها واحد 3 سوايع الى 4 سوايع. كي تجبدوها من الكونجيلاتور توشو بالمغرف رفدوا شويه، كي تلقوها جامده سي بون تنجموا تسربوها البنات. هنايا 5 مغارف تاع شونتيي. البنات ما شاء الله هذه الوصفه من اروع الوصفات اللي جربتها. سريع التحضير. تضربي خطره واحده تطلعيه ما تزيديش، ماشي زعما تدخلي الكونجيلاتور تعاودي تخرجي تعاودي تضربي، لا. جا ولا البنات حاجه واحده في الحلاوه جا شويه حلو بزاف. ماذا بكم اللي من اللي ما تبغيش الحلاوه بزاف تنقص، ما ديرش كاس كامل، دير كاس نقص منها 2 مغارف تاع ماكله احسن يجي مليح بصح انا اليوم في هذه الوصفه جاني حلو بزاف. نعرفوا ديجا بلي الشونتيي حلوه، اما لا ماذا بكم البنات نقصوا شويه سكر. هنا يعني نطلع فيها بالباتر. كما قلت لكم البنات ما شاء الله والله لا النتيجه روعه، جربوها بدون تردد. شاولا البنات هنايا ملاحظه جا حلو بزاف. ماذا بكم البنات لو كانت تجربوه تنقصوا حتى 2 من الكاس تاع السكر، تنقصوا 2 مغارف تاع السكر، نقصوهم ما ديروش كاس كامل باسكو جا شويه حلو بزاف. ابار سا البنات كريمي ما شاء الله والله لا ما شاء الله. ميم دي المره تجمد لي بسرعه على المره اللي فاتت. كما قلت لكم البنات غير ملاحظه على السكر شويه حلو، نقصوا له السكر للامانه البنات. غالياتي اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعمونا بجيم. نلتقي في وصفه جديده ان شاء الله، مع السلامه.